هنا كان عندنا الجزء أوضة تانية ما كانوش محتاجينها في البيت ده، ومساحة المطبخ كانت صغيرة. فعشان نعمل كده إحنا فكرنا إن إحنا هنلغي الأوضة دي، وهنعمل مكانها زي جزء صغير يلبي بقى احتياجات اللي ساكنين. أول حاجة فكرنا فيها إن إحنا هنعمل جزء يبقى لوندري، يبقى فيه الجزء مثلا بتاع الستورج، الغسالة. الغسالة بالحاجات بتاعة بالظبط، اللوندري بتاعتها. الحاجات اللي بنحب نخبيها دي والكركبة دي يبقى خلاص ليها سايد لوحده، زي الصورة دي كده. مم. مهم جدا فعلا استغلال اماكن يعني نعمل مكان لكل حاجه تستخدم عشان ما نعملش كركبه كتير. يعني زي الصوره دي كده بتبين ان احنا ازاي نحط الغساله بشكل كويس، هي بقى جزء المنظفات بتاعتها واماكن تجميع الهدوم والكلام ده كله. بالظبط، بنأسس لها من الأول خالص إن يبقى ليها فراغ في البيت نقدر نحطه فيه. الجزء بقى اللي كان جوه في الفيديو، الجزء الثاني اللي هو هيتعمل مكتب. بالظبط. احنا قفلنا الجزء اللي جوه ده، كان صاحب البيت برضو عايز يبقى ليه مكتب خاص بيه، فالجزء اللي عند الشباك هو ده اللي عملناه كمكتب. كان في هنا بقى عملنا كتف كده برزنا بيه هنا، وردينا بيه بكتف تاني هنا. الاكتاف دي لما بنفكر فيها في الاول بيخلينا نقدر نعمل ديزاين يبقى اكنه مخفي في الحيطه، ما نحسش ان الحاجه بارزه، ما نبقاش ماشيين جنبنا الجنب بتاع المطبخ، لا انا اوريدي بمشي بلاقي على طول المطبخ بدأ معايا. بداري وكبر في مساحه جدا. الجنب بتاع الثلاجه والجنب بتاع ضلفه المطبخ والحاجات دي بالظبط، كلها. بيحمي الخشب وبيحمي الاجهزه بتاعتنا. زي برضو الصوره اللي كانت للمطبخ هتلاقي فيها الكتف ده ظهر قوي. شكل الديزاين مع الاوبن كيتشن حلو جدا. بالظبط، الكتف ده كده لما ظهر معانا قدرنا نخبي فيه المطبخ ويبقى الديزاين بتاعنا من غير اي حاجات بارزه معانا. باشمهندسه يمنى، شكرا جدا على المعلومات الجميله اللي قلتيها لنا النهارده. وان شاء الله في الحلقات اللي جايه نشوف افكار احلى ونشوف افكار اكتر لطريقه الفرش وتوزيع البيت ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم تاني نكمل بقيه فقراتنا في المعماري.